لا تظن أن الزمالكاوية سهل التعامل معهم. أمس قام ميدو بحركة في منتهى الذكاء، أو ربما الخبث، ولا أعلم، قد تكون حدثت صدفة، لكني لا أظن ذلك. كان من المفترض أن يذاع للكابتن الخطيب حوار مع الإعلامية لميس يوم الاثنين مساء، فإذا بميدو يستضيف من؟ يستضيف فاروق جعفر. لماذا؟ لكي يكون الخطيب على التلفزيون وفاروق جعفر أيضا على التلفزيون في الوقت نفسه. فتخيل المشهد، الأهلاوية يشاهدون هنا والزملكاوية هناك. فهل قام أحد بإجراء استطلاع ليرى عدد مشاهدات كلمة أو حوار الخطيب مقارنة بمشاهدات ميدو وفاروق جعفر؟ طبعا المقياس المستخدم هنا هو عدد المشاهدات على يوتيوب بعد مرور نحو 24 ساعة، أي أن جميع المهتمين بمتابعة البرنامجين كانت لديهم فرصة كافية للمشاهدة، سواء مباشرة أو لاحقا. لكن هناك أيضا تقييمات أوسع يمكن للإعلاميين والصحفيين المعتمدين الحصول عليها من ماسبيرو، إذ لديهم قياسات رسمية تظهر إشارة البث وعدد المشاهدين لكل قناة أثناء وقت عرض البرامج. والله أعلى وأعلم. طبعا كانت المحاولة تستهدف كما يتصور ليس فقط تقليل أثر حوار الكابتن الخطيب، بل أيضا فبركة حدث يمكن استخدامه لاحقا في جذب الرعاية، وكأن لهم جمهورا وتأثيرا واسعا. لكن سبحان الله، الأرقام واضحة أمام الجميع، نحو 80,000 تابعوا كلمة الكابتن محمود الخطيب، مقابل أقل من 7,000 تابعوا ميدو وفاروق جعفر الاثنين معا. يعني عايشين في نادي الزمالك، في المقصورة بتاعت نادي الزمالك. يعني انت لما بتيجي تلعب مباراة ودية لازم ننسق مع الإسماعيلي. يعني ما تقدرش تلعب في الملعب الكبير مباراة على طول تقول مثلا تعالوا لنا بكرة مثلا أو بعد بكرة، لا، تقول الإسماعيلي هيتمرن الساعة كام لو عنده مباراة ودية. يعني كان يعني مشاركينا في ودي كانت بأوامر من كابتن محمد حسن حلمي ولا أوامر من الدولة؟ إن لازم الإسماعيلي يبقى موجود هنا. طبعا، وكان موجود وكان بيعيش أحسن. يعني أنا في اعتقادي إن برضه خد البطولة الأفريقية وفي نادي 69 وفي نادي الزمالك. اكتشفنا لعيبة على مستوى عالي جدا في نادي الزمالك، كان هم علاقتنا بيهم بكل اللعيبة الإسماعيلية يعني طبعا. وكنا احنا بنتعلم كمان من لعيبة الإسماعيلي كورة زي ما بنتعلم من لعيبة الزمالك، كنا بنتعلم من لعيبة الإسماعيلي كورة. ولكن الظروف تختلف خالص. يعني الإسماعيلي ممكن كان الدعم بيجي له من الدولة، احنا ما كانش عندنا دعم. يعني كان النادي ده الأرض بتاعته بتاعت وزارة الأوقاف. وأنت الصادق يا ميدو، يا اللي جايب فاروق علشان عايز تزقه، علشان يقول إن الفرق من زمان في الفلوس، علشان كده في البطولات مستوى الزمالك هبط بعد 67، علشان اللي كانوا بيدعموا الزمالك وخلوهم يفوزوا ببطولات ما يستقيلوهاش كالمعتاد مشيوا بعد 67. وكانت البلد بتعم حاجة اسمها ثورة تصحيح وتنظيف وغسيل ومكواه، وعلش أن كده الزمالك تكنس. وفاروق قال لك الإسماعيلي كان بيجيله دعم أكثر من المختلط الوضيع.